برون بريكر ضد سامي زين. تعالوا نشوف كده ايه التوقع اللي هيحصل في الماتش ده. طبعا برون بريكر وسامي زين لعبوا ماتش في الماني ان ذا بانك، والماتش كان جامد جدا وكل التوقعات كانت بتقول برون بريكر هيكسر فترة سامي زين باللقب، ولكن سامي زين أبهر الجميع وفاز زي ما أنا توقعت بالظبط في توقعات الماني ان ذا بانك. هسيبها لك تحت في لينك الوصف. نرجع لموضوعنا. طبعا الماتش بينه في سمر اسلام هيكون على اللقب طبعا، وزي ما شفنا ان برون بريكر خلص عداوة مع ليا دراجونوف واللي هي ممكن تبدأ بعد سمر اسلام، فمحدش يقول لي هيبوظ عليه الماتش، لان برون بريكر توقعي هو اللي هيفوز في الماتش ده، لان احنا شفنا اتحاد سامي زين مع جاي اوسو واقتراب عودة رومان رينز، فالحوار ده مهم جدا، وان سامي زين هيدخل للبلود لاين الجديد اللي رومان هيعمله. بس كده توقعي للماتش ده ان برون بريكر هينهي فترة سامي زين في سمر اسلام. ال اي نايت ضد لوجان بول في ماتش في سمر اسلام على لقب الولايات. الماتش ده هيكون جامد جدا اكيد طبعا، وال اي نايت حد يستحق اكتر من الولايات، ولكن الولايات حلوة عليه في الفترة دي جامد جدا يعني، لان القصص كتيرة في الفترة دي والالقاب عليها منافسات كتير. نرجع لموضوعنا ان اللوجان بول ضد ال اي نايت. الماتش ده المفروض كان يتعمل من زمان جدا والعداوة دي من زمان، ولكن توقعي الماتش ده ان ال اي نايت هو اللي هيفوز باللقب وهيكسر فترة لوجان بول اللي هي من كراون جول ضد ميستيريو. وطبعا ال اي نايت مش هقولك بقى ان الجماهير هتتفاعل معاه حلو جدا واللقب هيكون عليه حلو وهيقضي فترة بيه حلوة. وبس كده ده كان توقع الماتش، لوجان بول وال اي نايت بفوز ال اي نايت يعني بماتش نضيف جدا. جونتر ضد داميان بريست. العداوة وصلت ان هي عدت الشارع وعدت كل الحدود دي. الصراحة العداوة دلوقتي من امتع العداوات في الدبليو دبليو اي، طبعا بعد عداوة سي ام بانك ودرو ماكنتاير اللي هي فايقة كل حاجة اصلا. نرجع لموضوعنا ان هي عداوة داميان بريست وجونتر. العداوة دي خدت مجرى تاني بعد كلاش ات ذا كاسل، بعد الماني ان ذا بانك، بعد كينج اوف ذا رينج، بعد كل ده لما تحدد ان جونتر لا يعني هيلعب على في سمر اسلام على اللقب بتاع الورلد هيفي ويت شامبيون ضد الفيس بي. طبعا داميان بريست هو اللي مكمل بيه لحد دلوقتي، فالماتش ده هيكون صعب في الاختيار. العداوة اصلا مولعة لوحدها والماتش جامد جدا، ويعني جونتر هيقدم اداء حلو وداميان بريست هيقدم اداء حلو. فتعالوا نقف هنا كده شوية ونتكلم في الموضوع ده. ايه اللي ممكن فين بالور يعمله مع داميان بريست، ولا يغدر بيه ولا لا؟ داميان بريست طبعا قايل للجنجمنت داي ان هم متدخلولوش في اي ماتش ليه خالص من بعد ماني ان ذا بانك لما حصل مع سيس رولينز. فانا بقول ان فين بالور هيتدخل ويكسر كلام داميان بريست ويعني يخسروا اللقب، وممكن فين بالور يرجع بشخصية الديمون بالور. طبعا هيسيب لكم لينك الفيديو تحت في الوصف اللي انا اتكلمت فيه عن اقرب العودات اللي جاية اللي منها الديمون بالور وغدرة دي فين بالور لداميان بريست. طبعا فين بالور هيغدر بيه داميان بريست وهيكلفه اللقب. بالنسبة لكونتر فاحنا ممكن نشوف جوفاني هو اللي بيكلفه اللقب، او لودفيج كايزر ممكن يعمل اي حاجة، ولكن توقعي للماتش ده وهو استمرار داميان بريست. العداوة الاكثر اهمية حاليا في الدبليو دبليو اي وهي درو ماكنتاير ضد سي ام بانك. اللي حصل بينهم ان لما سي ام بانك رجع في البداية ايام سرفايفر سيريس دخل يعني كان في نقاش مع سيس رولينز، وسيس رولينز ما كانش حابه. في الوقت ده كان درو ماكنتاير هو العدو الاول لسيس رولينز على اللقب، فسيس رولينز كان حلقة الوصل بين درو ماكنتاير وسي ام بانك في العداوة دي، فمنطقي جدا ان سيس فريكر رولينز هو هيكون الحكم الخاص للماتش ده. فده اول تعليق بالنسبة لي على الحكم الخاص سيس رولينز. طبعا منطقي جدا. سيس بقى هينحاز لمين؟ فانا بقولك انه هينحاز لسي ام بانك اكتر، او مش هينحاز. ممكن نشوف اي جي لي بتسجل عودة في سمر اسلام وبترجع تاخد مثلا لبس الحكم من سيس رولينز طبعا بأي طريقة، كلنا عارفين اي جي لي، تعد لسي ام بانك وسي ام بانك هو اللي يطلع فايز من الماتش. بالنسبة لدرو ماكنتاير وسي ام بانك باعوا الماتش وندخل في الموضوع. درو ماكنتاير هيقدم ماتش جامد جدا مع سي ام بانك، وسي ام بانك نفس القصة هيقدموا ماتش حلو أوي الواحد يتفرج عليه باستمتاع وبكل روقان خالص. فأنا بالنسبة لي إن درو ماكنتاير هيفضل حاطط على سي ام بانك طول الماتش. سي ام بانك برضه ممكن يضرب كده شوية، سيس رولينز طبعا هيبوظ عليهم الماتش في كذا لقطة، ولكن اللي في الآخر هيفوز وسيم بانك زي ما قلت لك من شويه بتدخل ايجي ليه او بانحياز سيس رولينز ليه. طبعا بعد كده ممكن نشوف بقى عداوه بين سيس رولينز وسيم بانك او سيس ودرو، او ممكن تكون ثلاثيه. بس انا بالنسبه لي في سمر اسلام اللي هيفوز هو سيم بانك على درو ماكنتاير، والعداوه دي تكون كده جامده لان ما ينفعش تنتهي بدون فايز. سولو سكوا وكود رودز. طبعا المباراة دي هتاخد أهمية كبيرة في سمر اسلام بسبب حاجة واحدة بس، وهي عودة ترايبال شيف رومان رينز في سمر اسلام في الحدث الرئيسي في مباراة كود رودز ضد سولو سكوا.
سولو طبعا منفوخ جدا في الاتحاد، والاتحاد نفخه مش عارف على ايه. كفايه اللبس اللي بيلبسه، المظهر بتاعه، مفيش في البلود لاين الجديد حد جامد غير جاكوب فاتو، وبعد كده تاما تونجا، بعد كده بقى سولو وتونجا اللي هو الاتنين على الله اصلا. وغدرتهم ببول هيمن وجيمي اوسو، دي لوحدها بتدل ان سولو ده شخصيه غبيه وبيفكر اي تفكير وخلاص. لان جيمي اصلا هو ما شافش منه حاجه وحشه ولا اي حاجه، بالعكس خالص. فانا بالنسبه لي الماتش ده هيكون جامد جدا في سمر اسلام، ويستحق فعلا الحدث الرئيسي. ممكن نشوف جيمي ورومان الاتنين راجعين عادي ومبوظين الماتش على سولو، او راجعين مع بعض. وممكن يعني نحس مثلا شويه ان جيمي اللي هيرجع، ولكن انا بقولك هل جيمي ممكن يرجع في سمر اسلام ورومان يرجع في سماك داون اللي بعد سمر اسلام؟ غير منطقيه، اللي هو رومان رينز يرجع سماك داون وجيمي اوسو يرجع في سمر اسلام؟ كده لا طبعا، رومان اللي هيرجع في سمر اسلام، وجيمي ممكن نشوفه يا سماك داون اللي بعد سمر اسلام، يا اما بعدها بسماك داون ولا اتنين كده ولا حاجه. فتوقع الماتش ده. بس طبعا قبل ما اقول التوقع، هل رومان رينز هيساعد كودي رودز وهو ممكن يلعب ضده في كراون جول او في سرفايفر سيريس؟ هقول لك لا. ممكن رومان رينز يطلع يضرب الاتنين، وراند اورتن مثلا، في كذا حاجة في دماغي، ان مثلا راند اورتن يغدر بكودي، رومان يطلع. ولكن الاخير اللي انا بقولك عليه هو اكيد مش هيحصل، بس ده في الاول وفي الاخر توقع من شخص بيحب المصارعة مش اكتر زي زيك. والتوقع ده هيكون ان رومان رينز هيطلع يضرب الاتنين، وراند اورتن ممكن يطلع قبلها بشوية يضرب البلود لاين الباقيين، ورومان مثلا يتبقى جاكوب فاتو. يعني افهم كده التوقع معايا واحدة واحدة. ان كيفن اونز يطلع هو وراند اورتن لتاما تونجا وتونجا لوا، فيضربوهم، فجيكوب فاتو يحط عليهم، فرومان يطلع يضرب جيكوب فاتو وسولو سكوا، وبعد كده يمشي، فكود رودز يخلص على سولو سكوا ويفوز. ده كده التوقع الاول. التوقع التاني هو نفسه، ان كيفن اونز وراند اورتن يطلعوا لتاما تونجا وتونجا لوا يضربوهم، وجيكوب فاتو يعني طبعا ما يعرفش يعمل حاجة مع وراند اورتن، ما يعرفش يعمل حاجة مع جيكوب فاتو، اسف. فجيكوب فاتو يحط عليه، فيجي جيمي اوسو يحط على جيكوب فاتو، اللي هو ازاي بس انا بقولك كده. فرومان رينز يرجع على سولو سكوا ويدمره هو وكودي رودز، طبعا بالاضافة لجيمي اوسو هيبقى مع رومان، ويكسب كودي رودز مثلا انه بتثبيت سريع ولا بحاجة. وكده تتوقعي للماتش ده. طبعا عارف ان انا معظم التوقعات اللي توقعتها غريبة شوية، ولكن فكر فيها كده كويس، ويعني هتلاقي ان معظم كلامي هيكون صح ومنطقي جدا ان هو يحصل، بالذات بالعداوات اللي بتحصل دلوقتي والتلميحات اللي بتظهر. ففكر كده في الكلام والمنطق، وشوف الكلام ده هيوديك لفين او هيوصلك فين. طبعا ما تنساش تنزل تحت دلوقتي في كومنت تقول لي ايه رأيك في التوقعات دي، وهل انت متفق ولا مختلف. وبس كده انتهى فيديو النهارده توقعات سمر اسلام، والى اللقاء، اشوفكم في ملخص سمر اسلام.